بصوا يا جماعه رجل ابني، انا مش عارفه ده ايه اللي فيها ده. المهم انا وديته للدكتوره. وريني هنا اهي. بصوا مش عارفه ده من ايه ده. رجلين والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم انا من نوعيه اللي يعني عشان ما حدش يقول لي الكوتشي من غير شراب ولا الشراب يتغير، لا ده انا حريصه جدا في حاجات زي كده. وبصوا كفوف ايده، وريني ايدك برضو ايده فيها حاجات كده. وديته للدكتوره، وديته للدكتوره فقالت لي ان هو ديت، قالت لي عايزه اعمل له تحليل الجيني. انا معايا فلوس. قلت لها يعني ليه يا دكتوره؟ قالت لي بس اسمعي، ادتني ليه علاج وقالت لي لا هو ما يقدرش يلبس الكوتشي ولا يلبس حاجه مقفوله، لان لو لبس هيمشي بقيه الصوابع اللي هو فيه ده. ادتني ليه نوعين مرهم كده وهو يعني عمال ينط، وادتني بتادين ليه، بتادين مطهر. بس اول ما حطيت له البتادين وجعه قوي. ادتني البتاع ده وانا مش عارفه والله هتمشي ازاي الدنيا. المهم ان انا مش هقدر اوديه المدرسه، هروح اوديه التامين يعملوا له اجازه. خلصت صينيه بطاطس، عملت صينيه بطاطس بالفراخ. يعني انا جايبه فرخه بس خدت الوراك، ولان الصدر بعمله بانيه وجرجير جميل وعيش بقى. جايبه النهارده عيش حكايه. العيش بقى الايام دي ممتاز ممتاز ممتاز. محافظ هنا عندنا، محافظ الوادي الجديد، مر بنفسه على المخابز ولقي ان العيش مش حجمه هو اللي مطلوب. فالمهم عمل حركة تغيير في مدير التومين، فالمخابز كلها تحس انها خافت لا يعدي عليهم. العيش بقول لكم روعة، كأنك مشترياه من بره من اللي هو ابو 3 جنيه الرغيف. هوريكم. صباح الخير عليكم، صباح النور، صباح الهنا. شايفين الجو عندنا في الوادي الجديد دلوقتي الساعة 11 الصبح، مش الظهر، 11 الصبح. فراح علشان اجيب حاجات من السوق يعني عشان الغدا وكده. والدنيا شمس، يعني انا الشمس ضاربه في وشي، والله ما عارفه اذا كنت انا فاتحه الكاميرا الاماميه ولا الخلفيه. بس يلا معانا عشان اروح اجيب حاجات. حلفتكم بالنبي حاولوا اللي يشوف الفيديو ده يرفعوا لي شويه، خلي قناتي تتشاف. احنا بقى رايحين نجيب عيش بتاعي. سلام راح السفرة. طلعت من السوق او من وانا بجيب الحاجه بعد معاناه، ودي الحاجات اللي انا جبتها. وطبعا عندي شويه الازايز دول الاول هوضب بالحوض اغسل الازايز، وفي مواعين مش كتيره يعني اغسل الطبقين 3 دول واعمل الحاجه وارجع افرجكم.